السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده فيديو بسيط وهيكون ابسط واصل من اللي قبله ان شاء الله. هنتكلم فيه عن الاوبريتورز. الاوبريتورز في جو ينقسموا الى قسمين. انا عندي قسم الكومباريزون اوبريتور. قسم الكومباريزون اوبريتور ده يا شباب انا بقارن بين القيم، تمام؟ والناتج اللي هيرجع لي من مقارنه القيم ديت يا فولس يا ترو، يعني بولي، تمام؟ يا اما هيساوي بعض مش هيساوي، اصغر اكبر، اصغر من يساوي اكبر من يساوي. تعالوا كده بمنتهى البساطه نعمل تو variables، مثلا ادي A وتعالوا نعمل B ونبدأ نقارن بينهم ونشوف الكومباريزون اوبريتورز ان اكشن. تمام، تعالوا نقول له A يساوي B. هل ال A لا يساوي B؟ هل ال A هيكون أكبر من ال B ولا ال B اللي أكبر من ال A؟ طب هل ال A أكبر من أو تساوي ال10 ولا، تعال نغيرها خلي ال B هنا، ال B أصغر من أو تساوي ال15؟ أنت لو جيت تبص لها بعينك هتقول إيه ده؟ ده في هنا أول حاجة ما تتلخبطش، بس الدبل إيكوال أنت بتشوف هما إيكوال ببعض ولا لأ، لان الايكوال واحده دي انا بقسم بيها الفاريبل. الفاريبل بيحجز مكان في الميموري وبياخد القيمه بتاعته وبيكون موجود تتعامل بيه. دبل ايكوال الواحده، انما الدبل ايكوال بيقارنوا الفاليوز. تمام، لو جيت تبص لهم كده هتلاقي الدبل ايكوال هنا، هل ال A بتساوي ال B؟ والله لا، دي 10 ودي 20، يعني ال 10 وال 20 مش بتساوي، فدي هترجع لك فولس، دي هترجع لك ترو. من اكبر ال 20، يعني 10 20 من اكبر ال 20، فدي ترو، دي فولس، دي هل ال A اكبر من او تساوي ال10؟ هي تساوي ال10، فهترجع لك ترو، ودي هترجع لك فولس لان ال20 مش، يعني ال15 مش اكبر من او تساوي ال20. تعالوا كده نرن الفايل بتاعنا وهتلاقيه نفس الحاجه اللي قلت لك عليها، هما مش بيتساووا، فدي ترو ودي فولس، وباقي المنطق بتاعك عادي. دي كده ببساطه الكومباريزون اوبريتورز. بس في حاجه لازم تاخد بالك منها. افرض كانوا رقمين بس واحد انت واحد فلوت، يعني افرض كان المنظر دوت، افرض كانوا بالمنظر دوت وجينا نقارنه، انت اللي انت هتتوقعه ان هما ايه ده، ما دي 10 ودي 10 المفروض يتساوي. هقول لك يا باشا، جولانج بتمنع حاجه زي كده، مش بتمنع العمليه، هي بتمنع ان ميس ماتش التايبس يقارنوا ببعض، ومش هتخليك حتى ترن الابلكيشن. تمام، هيقول لك ان في ميس ماتش التايبس، فعشان كده في جولانج مش هتلاقي التريبل ايكوال. تمام، انت مش هينفع تعمل بينهم اي عمليات عموما الاوبريشن. تمام، لان بمنتهى البساطه ده فلوت وده انت، ففي ميس ماتش التايب، وده بيديك تايب سيفتي، ودي حاجه من الحاجات الكويسه ان هي تكون موجوده في جولانج. تمام، وهو هيديك الايرور وانت بتكتب، يعني دي لغه كومبايلد. نيجي بقى للوجيكال اوبريتور. في اللوجيكال اوبريتور انا عندي ثلاث حاجات، عندي الاند والاور والنوت. الاند منها هي حاجه تاخد ده وده، اند يعني لازم ده وده، مش ده او ده على عكس الاور. تعالوا نعمل حاجه بسيطه خالص كده نشوفها بيها in action كده، ونقول له true and true، وهنا false مثلا false. تعالوا نعمل نفس الحاجة بس هتبقى واحدة true تاني false، فأنا كده عندي true true false false true false. لو جينا كده نرن، بص كده، طالما دي ودي true هترجع true، طالما دي ودي false هترجع false. لو بقى في اختلاف بين الاثنين أنا هرجع false على طول. or بقى عكس كده تمام، هما بيتشابهوا في أول حاجتين، يعني طالما دي ودي true دي ودي false طبيعي جدا هيرجع true وهيرجع false. في التالتة بقى ده الاختلاف، ان هي يا دي يا دي، طالما دي ترو ودي فولس هترجع لك ترو. بص كده، لان بمنتهى البساطة دي اور، يعني يا ده يا ده. النوت بقى بتعمل ايه؟ والله دي بقى بتعكس، يعني بص كده، تعالى fmt دوت برنت ونروح قايل له نوت ترو. بص كده اهي، مش العلامة التعجب دي معناها نوت؟ طيب لو نوت ترو يبقى ايه؟ يبقى فولس، ولو نوت فولس يبقى ايه؟ ترو. بص كده، هي طبعا معاك فولس ترو، فولس ترو، دي كأنها بتعكس القيمة. ولما نيجي نبص قدام في فيديو الكنترول فلو اللي هنشرح بيه، احنا بقى هناخد دول وهنستعمله في الاف ستيتمنت واللوبس والسويتش.
فهتلاقي ان القيمه دي لو مش موجوده، تمام، يعني الغي وجود هذه القيمه، لان الفولس هتكون زيرو، ومعناها كده ان هي مش موجوده، أو القيمه دي مش هنا، تمام. بس ده هيبان اكتر في الاف ستيت. ده بمنتهى البساطه كان فيديو النهارده، ان شاء الله كان فيديو بسيط وصغير وسهل، ونتقابل على خير في الاف ستيتمنتس والسويتش واللوبز ان شاء الله. السلام عليكم.